هنصلي على النبي ونتوكل على الله. صلى على النبي ونتوكل على الله، ويا رب بس يعني الفيديو ده ينزل بالمايك، لان المايك طبعا باظ. المايك ده لوحده كان ب1000 جنيه. دي المشكلة اللي مزعلانا، بس يا رب يكون الصوت ده كده مظبوط وخلاص. نتوكل على الله على السريع كده. هو فيديو سريع، مش هقصر، مش هطول فيه، عشان برضو الناس اللي ما بتحبش ان احنا نطول. ما علينا، صلى على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. المتاح دلوقتي ولسه في شغل جاي تاني. يعني دلوقتي الموجود حتتين احلى من بعض. حتة 8 بوصة، دي 8 بوصة، وده هيك كده بالكرتونة زي ما انتوا شايفينها 7.5. وطبعا مع الشغل الجديد اللي انتوا عارفينه، اللي مع التجربة الاتش 3 اللي احنا عاملين عليه فيديو، حاجة كده الله اكبر. حاجة بلوتوث اشتغل معاك نوفا سنتين، واي فاي داخلي، ريموت بلوتوث، حاجه الله ينور بجد. حتى لو مش هنتفرج على نوفا او الكلام ده كلته، هنشغله على الشاشه الكبيره ناخده نتفرج عليه بدون طبعا ريموت بلوتوث، هيبقى حاجه ممتازه جدا. يعني شغل هيبقى على ده ان شاء الله. حتى لو غالي، معلش بقى يعني في الكلمه، غالي 100 200 مش هتفرق، بس هيبقى جهاز كامل و10 10. وطبعا ده مش هيركب غير على الشاشات الكبيره زي ال7.5 ال8 ال10 ال11 ال12 اكبر. انما طبعا ال4.5 مش هينفع معاه، عشان بس يبقى الناس فاهمه وعارفه. طيب دي شاشه كده 8 بوصه، شاشه 8 بوصه، خلاص تمام. وهنوري لكم برضو ال7.5 اللي بالكرتونه قدام منكم اهو. طبعا دي بالكرتونه، يعني بالكرتونه على وضعها اهو، حتى يعني بالعلبه بحاجتها بالدنيا كلها. اللي عايزها فاضيه ماشي، اللي عايزها متقفله جاهزه ببطاريتها بكله، يا دوبك على الشغل على طول زي ال11 اللي عندي، كله موجود. سواء ما نجرب الشغل كده، واللي هيعجبه واحده من دولت ومحتاج يقفله مع الرسيفر اتش 3 الجديد مفيش مشكله، اتش 2 العادي مفيش مشكله، كله موجود بفضل الله. هو بس اخش اللي انا محتاج اقفل دي، احنا مفيش اي مشكله، تحت امر الناس، وربنا يرزقنا جميعا. خلاص، ناخد بس اللقطه دي، بحيث ان احنا هنعمل عليها صوره للفيديو. خلاص تمام، خليكم معايا. ده كده قدام حضراتكم الجهاز الاتش 3، حتى مكتوب عليه اتش 3. طبعا بقى مش تفرق مع عدسه ولا بتاع، يا دوبك البلوتوث في ثانيه. نبص بصه كده، ثواني. المفروض ان احنا كده خلاص فتحنا في ثانيه. ده كده فتحت اهي، خلاص تمام. طبعا زي ما انتوا عارفين الريموت الجميل بتاعه، حاجه كده بصراحه عجباني جدا جدا. انا اصلا شغلي كله، يعني انا مش عايز اقول حتى لو هو هيبقى غالي شويه، بس يعني هنتفرج على حاجه ممتازه. طبعا نغير كده، دي شاشه 8 بوصه اكبر من ال7.5، وهوريها لكم برضه. نخش كده ونجرب. دي كده نبقى اوريها لكم فرداني، اللي عايزها فرداني برضه مفيش مشكله، كله موجود بفضل الله اهو. نسمع كده، نسمع الصوت طبعا مع تكبير الاشاره، حاجه كده ممتازه جدا بفضل الله اهو قدام منكم اهو. بصوا الصوره والصوت اهو، تكبير اشاره. اهم شيء عندي في الاتش 3 الاتش 2 ايا كان، نكتب الصوت بس، ايا كان لازم تكبير الاشاره دي عشان اعرف اشتغل. انا عايز جهاز اتش 3 اتش 2 ايا كان اعرف اشتغل فوق وانا فوق السطح. وطبعا الافضل لما بيكون الجهاز شاشه 7.5 10 12 ايا كان، بيكون فيها بطاريه داخليه بتاخد معايا وقت يوم شغل، بس بتاخدها جاهزه على الشغل على طول تطلع تشتغل. اهم شيء تحافظ عليها في شنطه، وربنا يرزقنا جميعا. وده كده دي بطاريه التست عندي. طبعا عندي بطاريات الله اكبر عن تجربه. طب احنا كده جربنا ال8 بوصه تمام. هنخش بقى على ال7.5 الجديده. طبعا هوريها لكم برضو اللي محتاج وشاف الفيديو ده او ده. وطبعا الصوت، خلي بالكم ان احنا بندمج الصوت، يعني بندمج سماعتين بس دي مع التقفيل الداخلي. خليكم معايا نجرب ال7.5 عشان بس وقت الفيديو. طبعا عشان بس احنا كنا عرضنا الشغل ده قبل كده، اللي جاي معاه نضاره وجاي معاه شويه شغل. طبعا ليه؟ لان هي جايب علبتها فيها شويه حاجات تشتغل في العربيه، وتشتغل فيها العاب، وجايه معاها اسطوانات العاب وشغل عالي جدا. دي الجديده، انا يعني ده الجديد، ده الشغل الجديد. فطبعا احنا الكلام ده احنا كنا قلنا عشان ما نوصي وقت الفيديو. نجرب بقى يلا. طبعا الناس عشان تبقى شايفه بس الحاجه بتاعتها برضو، اللي هياخد الجهاز يبقى شايف حاجته بالكيسه بكل حاجه اهي. ده كده الشاشه. انتوا شايفين الشاشه عامله ازاي؟ حاجه زيرو مع بالكرتونه طبعا، ولا متجرحه ولا ايا كان فيها لو جينا نبص بصه كده صغيره معلش، هتلاقي اللزقه بتاعتها قدام حضراتكم. الشاشه زيرو كل حاجه. بصوا الورقه اللي هي بتاعت العدسه زي ما هي موجوده،
وكل حاجه تمام التمام. خلاص نفتح كده بقى الاول ثواني، عشان طبعا هي لازم تكون فاضيه ما تبقاش شحنه. طبعا احنا كده خلاص، احنا بس انا عايز اوري لكم نقطه قبل ما اقفل وقبل ما، لو جينا نبص دي 7.5 ودي 8. لو جينا نبص كده نبص بس عشان نبقى بنرضي الله. ادي الشاشه يعتبر كلها، لو احنا جينا من الوش زي ما هو كده اهو تمام. بصوا اهو، يعني اذا ان دي كبيره، دي 8، دي 7.5 صغيره تمام. هي مش تفرق يعني، مش فارقه، بس ده اكبر، دي حاجه كبيره وانما دي صغيره. خلاص تمام. نبص كده على بركه الله. ادي كده الشاشه قدام حضراتكم اهي، خلاص بتفتح قدام منكم الشاشه اهي. حتى في نفس الوقت بدل ما انا موصل هتلاقي بتشحن اهو. بصوا بتشحن كل حاجه يعني اهو. كتب نيو ديسك خلاص تمام 100. ونجرب يلا. فين اهو، تكه واحده، هي تكه واحده كويس ان هي فيها بدل من كام تكه هي تكه واحده. نسمع كده حاجه كده بسم الله ما شاء الله. عشان بس ايه وقت الفيديو يا جماعه. طيب ده موجود وده موجود. انت محتاج ال7.5 الزيرو فاضيه ماشي، محتاج ال8 متقفله ماشي. وطبعا كل اللي انا ببعته او كل اللي انا بشتغل فيه بفضل الله بيكون 2 بطاريه. بتبقى البطاريه للشاشه ملناش دعوه بها مخصصه، وبيبقى فيه زرار امان اهو فتح وقفل ان هو يشحن البطاريه بتاعت الشاشه. وبطاريه كل خليه منها 2000 ملي امبير، شغل عالي بتبقى للريسيفر، فبتاخد اكتر وقت. عشان ما نطولش بس عليكم، ادي كده بصراحه الشغل اهو ماشي. طبعا بقى يعني انت هتخش تقول لي يا ابو جانا معلش انا محتاج الجهاز ده اهو مع الشاشه ال7.5، اقول لك خلاص ماشي. طبعا بلوتوث بقى واي فاي داخلي، وتتفرج على اي بي برضو على الشاشه، كله تمام التمام. محتاج الشاشه دي فاضيه، محتاج الشاشه فاضيه، محتاج على الاتش 2 العادي، مش عايز مثلا اتش 3، كله موجود الحمد لله. نفعل لنفس جهاز وشغال بيه في البيت، ولا الشرينج بتاعه اللي هو الفاني كمان الله اكبر عليه تمام اهو. وطبعا انا بفضل اتش 3 ليه؟ بلوتوث مفيش بقى عدسه، مفيش كلام من ده، لا الرسيفر جوه ولا في فتحات ولا كلام من ده، تبقى حاجه ممتازه بصراحه والله. خلاص اي حد محتاج شاشه دي او اي شغل باذن الله. وعندنا البطاريات برضو، وعندنا كل حاجه. وبفضل لو في دفعه جايه السبت او الحد ان شاء الله اللي هي 4.5 تمام، وفي دفعه تانية اللي هي 11 بوصه و10 بوصه، عشان الناس بس تبقى فاهم. كل ده موجود، عايزه متقفل ماشي، عايزه اي حاجه. ده الشغل السات فوندر اللي موجود، او مش السات فوندر، حتى لو انت عايز شاشه في جنب تتفرج عليه عادي اهي، تسمع صوت تتفرج عليه، كل حاجه اهي قدام منكم اهي شاشه بس عشان الصوت بس عادي طبعا الريموت الله اكبر يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. خلاص تمام. عشان بس وقت الفيديو يا جماعه احنا تحت امركم، ويا رب بس ان الفيديو ده يكون نزل عشان موضوع السماعه المايك اللي بايظ ده. السلام عليكم.